السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة معانا على قناتنا ناجية من جحيم نرجسي. النهاردة عايزة اتكلم معاكم عن حياتنا وطريقة تربيتنا لأولادنا اللي اكيد متأثرين وموجوعين من وجود النرجسي في حياتهم. ابوهم او لو انت اب وامهم هي اللي نرجسية، فبرضو أولادك موجوعين من الأسلوب اللي بيستخدمه النرجسي أو بتستخدمه النرجسية أمهم معاهم. عايزين نتعلم إزاي نحسن من علاقتنا بأولادنا ونقرب منهم ونعوضهم بقدر الإمكان من تكسير نفسيتهم اللي بيعملها النرجسي معاهم، نعوضهم عن التقليل والاحتقار اللي بيعمله النرجسي فيهم، نعوضهم عن الاستخفاف وتقليل القيمة اللي على طول النرجسي بيحطهم فيه. خلينا نتكلم ازاي نقرب من أولادنا، ازاي نصاحبهم ونحبهم ونوري لهم قد ايه ان الحب ده نعمة كبيرة جدا من عند ربنا، اتحرم منها الشخص النرجسي. هو لا بيعرف يحب ولا هيحب ولا حتى بيحب نفسه. ما بيعرفش ابدا حاجة اسمها تعاطف، ما بيعرفش ابدا حاجة اسمها ود ومودة ورحمة. عمره ما كان رحيم بأي حد حتى بأولاده. طب وجود الولاد في بيئة زي دي ممكن تطلعهم نرجسيين، لأنهم ما شافوش الحب، ما شافوش التعاطف. لازم يشوفوا ده منك انتي، لازم يتعلموا ده منك انتي. اوعي تسقطي عليهم اللي بيعملوا فيكي أبوهم النرجسي. اوعي تنتقديهم وتحسسيهم ان هم كمان قليلين. اوعي تحسسيهم بالذنب لان هم السبب انك عايشة عيشة زي دي. اوعي تحسسيهم ان انت كان ممكن تكوني في حتة تانية لولا هم وضغطهم عليكي انك تكملي في عيشة زي دي. ما تربيش ابدا فيهم قلة الثقة في نفسهم بانتقادك الدائم ليهم. اوعي تنتقدي بنتك او ابنك بطريقة لاذعة تكسر ثقته في نفسه، لان ببساطة هو ده اللي هيخليه بعد كده ضحية لنرجسية او نرجسي. استخدمي مع ولادك اسلوب حلو جدا في النقد، اسمه اسلوب الهامبرجر. عارفين البرجر يا جماعة؟ بلاش الهامبرجر عشان الهام دوت اللي هو الخنزير يعني. فخلينا نقول اسلوب البرجر. اسلوب البرجر هو اني احط شريحة اللحمة بين قطعتين من الخبز، مش كده ولا ايه؟ طيب انا هقدم الانتقاد بين شريحتين من المدح والثناء، بحيث ان ابني يتقبل الانتقاد بصدر رحب او بنتي تتقبل الانتقاد بصدر رحب. خلينا ندي مثال. دلوقتي انا عايزة اوجه ابني انه ما بيذاكرش مادة معينة بالقدر الكافي ودرجاته فيها مش قد كده. ما جيش بقى لابني وانهره وعنفه واقول له انت غبي، انت عمرك ما هتفهم، الماس ده سهل وانت اللي غبي وما بتفهمش، انت جايب درجات زي الزفت وهتسقط، انت. استخدم تقنية البرجر. ايه تقنية البرجر او اسلوب البرجر؟ احط الانتقاد بتاعي انه ما بيذاكرش الماس بصورة كافية بين مدحين او ثنائين. زي اني مثلا اقول له أنا عارفة إنك شاطر جدا في الإنجليش، ما شاء الله عليك ممتاز. ادي أول شريحة خبز. بس أنا بقى عايزة إنك تبقى شاطر برضو في الماس زي ما أنت شاطر في الإنجليش كده. أنا مدركة جدا إن أنت بتعمل اللي عليك وزيادة، بس محتاج منك أكتر من كده شوية. نشد نفسنا شوية في المادة دي، نذاكر أكتر علشان لما نجيب درجات كويسة تبقى أحسن. أنت الشهر ده ما جبتش درجات كويسة، أنا زعلت شوية إنك ما جبتش التارجت اللي إحنا كنا متفقين عليه. ادي قطعة اللحم أو الانتقاد. أرجع تاني أحط شريحة خبز وأقول بس أنا واثقة منك يا حبيب قلبي، أنا عارفة إن أنت شاطر وعارفة إن أنت عمرك أبدا ما هتقل عن المستوى اللي أنت دايما معودني عليه.
انت ممتاز وذكي، ومادة زي دي عمرها ما هتكون عقبة في حياتك. يبقى أنا حطيت الانتقاد بين شريحتين أو مخدتين زي ما بنقول كده، علشان لما ياخد الانتقاد يبقوا إيه، وصلوا له بطريقة مناسبة وكويسة. مثلا أنا عايزة أوجه بنتي لأن شعرها مش مظبوط، أو إنها ما بتغسلش أسنانها، أو إنها أي حاجة من الحاجات دي، أو إن ضحكتها مثلا عالية. ما اجيش بقى واقول لها انت بتعملي كده ازاي، ايه ضحكة الرقصات اللي انت بتضحكيها دي، انت كده بنت قليلة الادب، انت كده الناس هتقول عنك وهتقول عنك. لا، استخدم اسلوب البرجر. هقول لها مثلا: بنوتي حبيبتي، قمر قمر، حلوة وجميلة الجميلات، ينفع بقى القمر دي تضحك ضحكة وحشة زي دي؟ تفتكري دي صورة حلوة تديها للناس عنك؟ يبقى أنا حطيت الانتقاد أهو بعد أول كومبليمو عملته لها، أو مدح وثناء إنها جميلة وأمورة وطعمة ولذيذة وكل الكلام دوت، واديت لها النقد عن ضحكتها. وبعدين أحط لها كمان قطعة خبز أو كومبليمو تاني، وأقول لها إن أنا عارفة ومتأكدة إن بنوتي الجميلة اللي كل الناس تتمنى إنها تصاحبها وتكلمها هي أرق وأحلى واحدة، وكمان مؤدبة ومحترمة. يبقى كده أنا ما وجهتلهاش النقد اللي يكسرها، اللي يخليها تبقى محرجة من نفسها. ما جيش في وشها كده وأقول لها امشي امشي، روح سرح شعرك وانت شبه الغوريلا كده. لا، ما اقولهاش روحي اغسلي اسنانك وانت بقك واسنانك كلها اصفر كأنك شاربة سجاير. لا، كل ده بيكسر في نفسية بنتك او ابنك. كل ده بيخليها تفقد الثقة في نفسها، تخليها مكسوفة من نفسها، تقلل عندها ثقتها في نفسها واحترامها لذاتها. أنا كده بخليها أرض خصبة لأي نرجسي في المستقبل إنه يضحك عليها وتنخدع بكلامه المعسول. اتعلموا دايما أسلوب البرجر، اتعلموا دايما تحتووا أولادكم وتحسسوهم إن هم فعلا شيء غالي جدا جدا، لأن هم كده فعلا. بلاش اللوم، بلاش النقد عمال على بطال، بلاش إحساس الذنب اللي بخلقه فيهم كل شوية من اللي بيعملوا النرجسي فيا. بلاش حتى ولو بالنظرة أحسسهم إن هم السبب في اللي أنا فيه. ربنا يحميهم ويحفظهم ويصونهم من كل شر، ويبعد عنهم النرجسيين دلوقتي أو بعدين، ويحفظهم ويخليهم دايما واثقين في نفسهم، دايما حاسين بقيمتهم، دايما عايشين أحلى عيشة طول ما انتوا معاهم وفي ظهرهم.